السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وسعادة. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ان شاء الله مع بعض النهاردة هنعمل العيش الشامي، هنعمله بطريقة سهلة جدا ومقادير ان شاء الله تكون مظبوطة زي ما انتم شايفين. تقدر تعملي منه سندوتشات، تعملي كمية حلوة جدا بنص كيلو دقيق. شايفين يا جماعة؟ والله بيتفتح وتحفة جدا، هيعجبكم. ونقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. أول حاجة هيكون معانا نص كيلو دقيق، حوالي 4 كوبايات من الدقيق. طبعا بنكون نخلينه. هنحط معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية، ورشة ملح بسيطة جدا كده، وكمان هيكون معانا معلقة واحدة من السكر. يبقى نص كيلو دقيق، معلقة من السكر، معلقة ممسوحة كبيرة من الخميرة الفورية. هنقلب بقى كل الخليط ده مع بعضه، ولو متوفر عندك لبن بودر ممكن تحطي معلقتين. هيكون معانا حوالي كوباية ونص حليب او نص حليب ونص مية. هنبتدي بقى نخلط الخليط بتاعنا كده. ندعك فيه يا جماعة حوالي 10 دقايق. لو عندك عجان اشتغلي بيه، ما عندكيش ممكن كمان تحطي العجينة دي على صينية او على رخامة وتعجني فيها كويس لحد ما ملمسها يبقى ناعم خالص. هنحط حوالي معلقتين من الزيت، وكمان حطي معلقة من الخل. شايفين ملمس العجينة ابتدى معانا يبقى طري وناعم. هنعجن فيها برضو شوية كده محترمين. شايفين؟ تحطيها كده على صينية وتبتدي ايه تعجني فيها، او على رخامة. هنحطها بقى ونسيبها تخمر. بعد ما خمرت معانا زي ما انتم شايفين ملمسها حلو جدا وقوامها في منتهى الجمال. تقدري بقى تعملي من العجينة دي مثلا، انا عملت حوالي 27 رغيف بس كان صغير. ممكن تعملي 20 او 15 هيجوا معاكي بقى. دول مساحتهم حلوة جدا. في الوقت ده انا فردت على الرخامة كده كيس كبير، وهبتدي بقى اقطع العجينة لقطع متساوية كده. حوالي بقولك مثلا انا عملت ده 27 رغيف، بس بصراحة جت صغيرة شوية، جه صغير. فانت ممكن تخليه من 15 ل20. حلو جدا يا جماعة، يعمل معاكي كمية حلوة ومناسبة جدا، وتقدري كمان تحتفظي بيه في الفريزر، وما بياخدش وقت خالص. اهم حاجة انك تخمريه، وبعد برضو ما تشكلي كل الكمية الكور كده برضو تسيبيها برضو ايه حوالي 10 دقايق. وهنفرده مع بعض برضو، وهتسيبيه يجي ساعة بقى. يعني لما هنبططه هنسيبه يجي ساعة. بناخد واحدة واحدة كده ونبتدي ايه ننعمها ونكورها. رشيت رشة بسيطة كده على الكيس عشان العجينة متلزقش معانا. هنبتدي نعمل ايه الكمية كلها بنفس الطريقة. بعد بقى ايه ما خلصناها كده وسيبناها ومغطيناها كده حوالي 10 دقايق، هنجيب اول واحدة. انا اشتغلت 2 قبل دي، وبالنشابة حاجة بسيطة خالص كده، ونبتدي ندور الرغيف بتاعنا كده اهو.
شايفين يا جماعة؟ هو ده السمك بتاعه. نعمل مع بعض واحد كمان. كل كمية العيش، شايفين يا جماعة ملمس العيش وبيتفرد معانا بمنتهى السهولة. كل كمية العيش بنعملها بنفس الطريقة. انا فردة الكيس اهو زي ما انتوا شايفين. نحاول بس كده نظبط الرغيف وندوره معانا، وبرضه هنحطه واحد ورا التاني كده. هنبتدي نخلص كل كمية العيش. وحسب ما انت عايزاه برضو، لو الطفل صغير كده بيحب ياخد الساندوتش صغنون، ممكن تعملي بايه بنفس الكميه اللي انا قلتلك عليها. بصي بعد ما خلصت كله وسبته، شايفين يا جماعه خمر ازاي؟ بالراحه، وطبعا تغطيه بالراحه خالص. هجيب صينيه، الصينيه دي عندي ما بتلزقش، فببتدي بكل سهوله احط العيش، احط بقى يجي 4 فيها او حاجه. وممكن طبعا لو الفرن بتاعك حامي تسخني كده صينيه او صاج ولا حاجه تكفيه على ظهره يعني، وبعد كده تبتدي تحطي العيش برضو يطلع معاكي هايل. طبعا انا مش دهنه الصينيه دي اي حاجه، كده كده هي ما بتلزقش. الحراره طبعا متوسطه. هو بيبتدي ينفخ معانا زي ما انتوا شايفين كده. في الوقت ده نقلبه على الوش التاني وتدوسي عليه يعني بصوا بالراحه خالص. احنا كملنا اول بس حاجه، ولسه برضو صينيه شايفين بيتنفخ معانا ازاي. كمني لسه اول الصينيه وكده، فلسه الصينيه ما حميتش معانا كويس اهو. شايفين يا جماعه بيتنفخ وزي الفل، حلو جدا. في الوقت ده محضرين طبعا صينيه عليها فوطه، هنحط العيش وهنغطيه. بنكرر برضو نفس العمليه، هتبصي برضو مجرد ما هتقلبيه هينفخ معاكي اهو. حلو جدا يا جماعة، والله طعمه وشكله هايل يعني. ان شاء الله تجربوه كده وهينجح معاكم، هيبقى زي الفل. هيعمل معاك كمية كويسة من نص كيلو دي، هتعملي كمية كويسة جدا. مجرد كده ما تضغطي حاجة بسيطة هيتدور معاكي وهينفخ معاكي. هي دي الكمية بتاع العيش يا جماعة، طالع معانا تحفة وهايل. ان شاء الله تجربوه وتمشوا على المقادير. تقدري تعملي منه بقى سندوتشات زي ما تحبي، جبنه مثلا، شيبس. احنا هنعمل شيبس دلوقتي وهنشوف مع بعض. بكده بقى خلصنا وصفتنا. يا رب تعجبكم وتنال رضاكم، وما تنسوناش بقى باللايك والاشتراك في القناه. انتظروني بقى في فيديو جديد ووصفه جديده، واسيبكم بخير واشوفكم على الف خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في امان الله ورعايته، مع الف سلامه.